أهلا وسهلا فيكم حبايبنا في فيديو جديد. في البداية بشكر كل اللي دعموني الفيديو السابق، واللي ما شاهدوا الفيديو روحوا شاهدوه، ولا تنسوا دعمي على الاستمرار في صناعة هذا النوع من المحتوى. أول شيء بنبدأ في يومنا من بعد صلاة الفجر هو إعداد وجبة الفطور والخبيز، لأنه بياخدوا منا كتير وقت، لأنه بنعتمد في إعدادهم على الحطب. نحن في السابق كان بتوفر عنا شوية غاز، فكنا بنمشي أمورنا، لكن حاليا للأسف بنعيش أسوأ أزمات الغاز، وكتير عالم بتستغل هذا الموضوع. أما بخصوص وجبة الفطور فكانت بطاطا سلك ومقلاة بندورة، المعروفة عند الكل باسم شكشوكة، لكن بدون بيض لأنه سعره كتير غالي. نحن في السابق ما كنا نتذوق أي نوع من أنواع الخضار، ففعليا بنحس بالامتنان لله عز وجل إنه رزقنا هذه النعم من بعد غياب. وجد يا جماعة كونوا ممتنين كتير لله عز وجل وللنعم اللي انتم غارقين فيها، لأنه الحرمان من هذه النعم هو بس اللي بخليكم تحسوا بمعنى هذه النعم. هذا سلام. ومن بعد وجبة الفطور قررت أنزل بلد أخذكم معي جولة في أسواق رفح وأنا بتسوق الخضار، خصوصا إنه معدتنا تعبت كتير من أكل المعلبات، فكانت بالنسبة إلي هذه فرصة كتير حلوة إني أصور لكم الأجواء في رفح وتعيشوا معنا اليوم. للي ما بيعرف، رفح فهي من المحافظات الفلسطينية في قطاع غزة، وعدد السكان في هذه المحافظة كتير قليل، لكن بسبب الأحداث اللي بنعيشها فكتير عالم منازحين أجوا عليها، فنادر جدا إنه تلاقي شوارعها فاضية. وهان أنا وصلت لمسجد العودة، وهو من أشهر المساجد في رفح، وعلى اسمه تسمى دوار العودة، ومنه راح تبدأ جولتي في السوق. كان كل أحلامنا عشناها داخل أسوار هذه المدينة، وبكل شبر تقريبا إن في ذكرى، ومنها انطلقنا للعالم، وجد بتعز علينا كتير هذه الذكريات. أما اللي بيسألوني عن الأسعار في السوق، فالأسعار مش ثابتة وكل يوم له سعر جديد، لكن بشكل عام أسعار الخضار والفواكه كتير غالية، خصوصا الفواكه سعر أقل كيلو بيوصل ل20 شيكل، فيعني لو كان عندك مريض أو طفل مضطر إنه تشتري له كتير مكلف. الحمد لله بنضلنا نحكي، لأنه جد أجت فترة ما كنا نشوف أي نوع من أنواع الخضار ولا الفواكه، والناس هم في غزة بتقدم الأهم على الأقل أهمية حسب ظروفهم من باب التأقلم، لأنه تعودنا على غياب كتير أشياء، وإيش بدنا نعمل، مضطرين بدنا نعيش. ولو بدكم الحق صعب كتير تتعود على غياب الأشياء الأساسية، لكن الواحد إيش بده يعمل؟ هذه الحياة وهذه الظروف إحنا ما اخترنا نكون جزء منها، لكن الواحد بيهون عليه كل هذه الدنيا بكلمة الحمد لله. كلمة الحمد لله هي الكلمة الوحيدة اللي بتخفف عنا كل هذه المتاعب، لأنه إحنا مؤمنين بأنه الأجر والثواب من الله، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبالصدفة كان السوق مغرق بالفواكه والخضار المصرية. نحن بدون هذه الأحداث بنستورد كتير بضاعة من مصر، لكن الفواكه والخضار فكان قطاع غزة عنده اكتفاء ذاتي منهم. لو بدكم الحق أكتر إشي كان نفسي أجربه هو البطيخ المصري، سعر الكيلو منه كان بحدود 8 شواكل، فيعني سعر البطيخة الواحدة بتوصل من 35 ل40 شيكل، فكان بالنسبة لي السعر كتير غالي، فقلت إن شاء الله بجربه بعدين. وهنا أنا صورت لكم محل البهارات هذا. نحن بغزة بنهتم كتير بالأكل، حتى لو كانت الظروف صعبة، فهذا ما بيمنع إنه نهتم بأكلنا. وبشكل عام المطبخ الفلسطيني هو من أشهى المطابخ في العالم، إن شاء الله في المستقبل هعلمكم كتير وصفات. من الشغلات الجديدة واللي أصبحت كتير منتشرة في قطاع غزة وبرفح بالتحديد هي بسطات بيع الطعام، أو الباعة المتجولين اللي ببيعوا الطعام. نحن في السابق ما كان عندنا هذا النوع أو هذه الطريقة في تقديم الطعام، لكن الحين بسبب الظروف فانتشرت كتير، فبتلاقي تقريبا في كل شارع باعة متجولين وبسطات، فيا رب يرزقهم ويرزق الجميع. أنا بصور لكم الحياة بقالب التفاؤل والأمل، وكيف إنه إحنا مضطرين نتعايش مع هذه الظروف، لكن فكرة التأقلم فهي فكرة شبه مستحيلة. ما حد بيقدر يتأقلم مع التعب والألم والظروف البيئية والصحية الغير مناسبة،
لكن زي ما حكيت لكم الناس في غزة هم مضطرين يتعايشوا مع هذه الظروف اللي وجدوا نفسهم جزء منها. وجد كتير بكون نفسي أصور لكم جوانب ما حد بيصورها وما بيركزوا عليها. اللي بيسألوني عن وسائل المواصلات وإنه كيف تغلبنا على هذه النقطة، فبصراحة اعتمادنا كله على القارات وهي العربات اللي بتجرها الحمير، ونادر جدا إنه نلاقي سيارات. وبصراحة يمكن من الشغلات الوحيدة اللي استفدناها من هذه الأحداث أو من الشغلات اللي استفدناها هو إنه تعودنا على روتين المشي، صار جزء من حياتنا. وهيك حبايبنا بكون وصلت لنهاية الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، وإذا كنتم مش مشتركين في القناة روحوا واشتركوا، اتركوا لي تعليقات لطيفة حتى أستمر في هذا المحتوى. مع السلامة.